مسلسل نسل الأغراب هو كان هيكون مسلسل مؤثر، بس فجأة كده قلب من صناع المسلسل مسلسل كوميدي. في رمضان 2021 اتعرض مسلسل نسل الأغراب، والمسلسل ده بقى تعرض لانتقاد كبير جدا لما اتعرض في رمضان ده. بس هنا بقى السؤال، هل هو فعلا مسلسل يستحق النقد ده كله، ولا هو مسلسل كويس والناس مأفورة شويتين؟ ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة. خلينا نبتدي بقصة المسلسل، وهو الصراع بين عساف الغريب وهو أحمد السقا وبين غفران الغريب وهو أمير قرار، ودول الطرفين الأساسيين معانا في المسلسل ده. وطبعا الاتنين دول طول المسلسل بيتخانقوا عشان مي عمر. ما تستغربش، معلش لسه التقيل جاي ورا. بغض النظر بقى عن الصراع اللي بين عساف وغفران، أنا عايز أتكلم عن حوار المسلسل. الحوار اللي كان ممل في كتير قوي من المشاهد في المسلسل، والمسلسل كله على بعضه كان ممكن يخلص في اقل من 30 حلقة بكتير قوي. يعني ممكن 3 حلقات تقول لنا المورال اللي انت عايز تقوله من المسلسل كله اصلا، اللي انت قعدت تقوله في 30 حلقة. وبصراحة كده دي حاجة بتحصل في كل المسلسلات المصرية، بس بصراحة المط في احداث المسلسل ده بالذات بقى كان كبير قوي وممل قوي. بس تعالى نروح بقى نبص بصة كده على شخصيات المسلسل ده. يعني مثلا شخصية عساف الغريب، الشخصية دي هي شخصية تجبرك ان انت تكرهها، شخصية مش بتحب حد خالص، وحتى حبه الجليلة اللي هو بيسعى ان هو يرجعها ليه تاني كان مش حب، كان تحدي. ولكن عدم الواقعية هنا بقى بتيجي عند ان الشخصية دي ازاي كده بتكره كل الناس، حتى اخوه، حتى الست اللي كان بيحبها كل الناس بيكرهها عساف. يعني هل في بقى شخصية في الواقع زي شخصية عساف دي بتكره كل الناس؟ ده مجرد سؤال، يعني ردوا علينا تحت في الكومنتات وقولوا لنا كنتوا قابلتوا شخصيه زي دي ولا لا. وبالمناسبه احمد السقا في المسلسل ده عمل الدور كويس جدا واتقن الدور وتقمص الشخصيه بشكل جامد جدا، واعتقد ان الدور ده كان جديد عليه كمان لان السقا ما كانش جدع في المسلسل. ونروح لشخصيه تانية بقى، وهي شخصيه ممكن تكون اقل شر بشويه من عساف، وهي شخصيه غفران. غفران هو ممكن يكون بيحب جليله بجد اللي هي مي عمر، ولكن لما ظهر عساف بقى الحب ده اتحول، وشخصية غفران دي كمان اتحولت. وهنا بنشوف شخصية غفران دي شخصية مش شريرة قوي، بالعكس هو اللي ربى حمزة ابن جليلة وابن عساف. بغض النظر بقى عن النهاية وطريقة موت حمزة اللي مش منطقية وبشوفها مأفورة جامد قوي. يعني حمزة كان جاي يصالح ابوه اللي رباه وراح جاي قتله، يعني حاجة غريبة جدا بصراحة. نروح بقى لجليلة. جليلة هي الشخصية اللي اعتقد كده احداث المسلسل كله بتدور عليها، وهي اللي بتربط بين عساف وبين غفران الغريب. شخصية جليلة دي ما كانتش قصدا ان يكون في صراع بين عساف وغفران، بس انا بقى عندي مشكلة ان شخصية جليلة دي كانت بتتكلم كتير جدا في المسلسل بطريقة اوفر. الحوار مكتوب لها حوالي 5-6 صفحات، يعني مش كده، يعني اللي انت مثلا لو الحلقة مدتها 35 دقيقة جليلة بتتكلم فيهم 30 دقيقة، يعني حاجة غريبة. في حين بقى ان لو الحوار ده كله اختصروه وزودوا في احداث المسلسل وزودوا في المشاهد واللقطات كان ممكن تبقى افضل شويه. مسلسل نسل الاغراب لما اتعرض هو حقق نسب مشاهدات عاليه جدا، بس نسب المشاهدات دي كان معاها انتقادات عاليه جدا من الناس برضو. يعني نسب المشاهدات اللي اتفرج على المسلسل يخش ينتقد المسلسل على طول، فنسب المشاهدات عمرها ما كانت حاجه كده نقيس بيها نجاح المسلسل. بجانب المشاهدات دي لازم يكون في اراء بتشيد بالمسلسل، سواء بقى بالاداء التمثيلي او بقصه المسلسل او باخراج المسلسل، اللي كل ده بقى الناس انتقدته ساعه ما اتعرض المسلسل، لان الاداء بصراحه كان مبالغ فيه قوي برضه. بغض النظر على ان في شخصيات زي احمد السقا وامير كرارة هم عملوا اللي عليهم، بس برضه شخصياتهم دي تعتبر اوفر قوي بالنسبه للواقع، بعيده خالص. يعني المسلسل ده لو احنا هنصنفه مسلسل فانتازي احسن بكتير جدا من ان احنا نصنفه مسلسل اكشن درامي تراجيدي بيتعرض في رمضان عشان نتفرج عليه. ومن وجهه نظري اكتر شخصيه تم اتقان تقديمها في المسلسل ده ومن وجهة نظري أكتر شخصية اتقدمت بشكل حلو في المسلسل ده هي شخصية عساف الغريب، وبعدها شخصية علي الغريب اللي قدمها دياب اللي كان متعود إن هو يقدم أدوار الشر في مسلسلات كتير جدا، ولكن في المسلسل ده بقى كانت نقطة تحول ودور جديد على دياب.
ان هو يقدم مسلسل ما يعملش فيه دور شر، دي حاجة كويسة. يعني دياب احنا من اول ما شفناه كان شرير. وبالنسبة بقى لديكور المسلسل، لو كان طبيعي اكتر من كده كان هيبقى افضل. يعني البيت اللي عايش فيه عساف الغريب تحسه ان هو بيت الرعب مش بيت بني ادم عادي. ماشي تمام، انت كنت في السجن والبيت ده كان بيت مهجور لفترة وبعد كده طلع. طب خلاص بقى، احنا المفروض بنشوف تحويلة في اي مسلسل اللي انت حتى لو البيت بايظ خالص، المشهد اللي بعده الكاميرا بقى بتلف حوالين البيت كده وكلوزات ومش عارفين البيت اتروق وبقى تمام ومش عارف ايه عشان عين المشاهد. على عكس تماما بيت غفران اللي هو كان بيت مرصع بالذهب من كل حته. يعني ما اعتقدش ان في بيت في الصعيد بالطريقه دي بصراحه، ولا حتى في المدن. مسلسل نسل الاغراب انا اعتقد ان هو مسلسل فانتازي زي ما قلت، اكتر من ان هو مسلسل تراجيدي او درامي او اكشن او اي بند تاني. هو مسلسل خارج الواقع تماما. وبصراحه المسلسل ده انا كواحد من المشاهدين ما عجبنيش. بعد ما انتهت ال 30 حلقه حسيت ان انا اتضحك عليا كده، حسيت ان في مط كبير قوي في الاحداث، وفي الاخر المسلسل كانت نهايته ممكن تنتهي في حلقات بسيطه ابسط من كده. ويمكن ده السبب اللي خلاني اعمل الحلقه دي. والمسلسل ده بالرغم من الامكانيات اللي فيه والكاميرات وكل الحاجات دي، الا ان المسلسل ما قدرش يقدم لنا قصه كويسه احنا نقدر نقتنع بيها كجمهور. وما فيهاش مط كتير، وما فيهاش حوار بيقعد يتكلم الممثل تلت ساعه. وتقييمي للمسلسل ده بقى ياخد 4/10، وده عشان النجوم اللي فيه وبعض الأدوار المتقنة، ولكن عشان قصة المسلسل أخد الرقم ده. وبس كده. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقة دي تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد أول بأول هنا على قناة أفلام مع يوسف. واعملوا لنا لايك للفيديو ده، ولو ما عجبكوش الفيديو اعملوا لنا لايك برضه للفيديو ده عشان احنا تعبنا فيه والله. سلام.